تخيل ان طفلك بيروح المدرسة كل يوم ويقابل موقف صعب، حد يضايقه او حد يضحك عليه او حد يتنمر عليه قدام زملائه. والاصعب من كده ان الطفل ممكن ما يقولكش اي حاجة خالص. كتير من الاطفال بيخافوا يحكوا لاهلهم عن التنمر، وده مش لانهم مش واثقين فيهم، لكن لانهم خايفين المشكلة تكبر او حاسين بالحرج او فاكرين ان ده طبيعي ولازم يتحملوه. علشان كده دور الأب والأم مهم جدا في ملاحظة الإشارات الصغيرة اللي ممكن تقول إن الطفل بيتعرض للتنمر. وفي الفيديو ده هنتكلم عن أهم العلامات اللي ممكن تكشف إن طفلك بيتعرض للتنمر حتى لو هو ساكت، وكمان هنعرف إزاي نتصرف بطريقة صحيحة تحمي أطفالنا وتقوي شخصيته. في البداية خلينا نشرح ليه الأطفال أحيانا ما بيحكوش عن التنمر. قبل ما نتكلم عن العلامات لازم نفهم نقطة مهمة جدا، ليه الطفل ممكن يتعرض للتنمر وما يقولش؟ وعلماء النفس بيقولوا ان في اسباب كتيرة اهمها الخوف. الطفل ممكن يكون خايف ان المتنمر يعرف انه اشتكى وساعتها المشكلة تزيد. تاني حاجة الاحساس بالحرج، بعض الاطفال بيحسوا ان الكلام عن التنمر معناه انهم ضعفاء. تالت حاجة اعتقاد ان ده طبيعي، بعض الاطفال بيظنوا ان ده جزء طبيعي من الحياة المدرسية. رابع حاجة عدم القدرة على التعبير، خصوصا الأطفال الصغيرين ممكن ما يعرفوش يشرحوا اللي بيحصل لهم، علشان كده لازم نركز على السلوكيات والتغيرات اللي بتظهر على الطفل. طيب إيه هي العلامات اللي بتقول إن طفلك ممكن يكون فعلا بيتعرض للتنمر؟ أول حاجة بيرفض الذهاب للمدرسة فجأة. لو لاحظت إن طفلك بقى يتهرب من المدرسة أو بيشتكي من ألم في البطن أو صداع الصبح وبيطلب منك يقعد في البيت، ممكن يكون السبب خوفه من مواجهة المتنمرين. وكتير من الأطفال بيفضلوا الادعاء بالمرض بدل ما يواجهوا موقف مؤلم في المدرسة. تاني حاجة تغيير مفاجئ في شخصية الطفل. الطفل اللي كان مرح واجتماعي وبيحب اللعب فجأة بقى هادي زيادة عن اللزوم أو حزين ومنعزل، وده ممكن يكون مؤشر إن في ضغط نفسي كبير. التنمر بيخلي الطفل يحس إنه غير مرغوب فيه، وده ممكن يأثر جدا على حالته النفسية. تالت حاجة فقدان الثقة بالنفس. لو سمعت طفلك بيقول جمل زي أنا غبي أو مش شاطر أو محدش بيحبني، لازم ننتبه فورا، لأن التنمر غالبا بيبدأ بتحطيم ثقة الطفل بنفسه، والمتنمر ممكن بيكون بيسخر من شكل الطفل أو صوته أو مستواه الدراسي، ومع الوقت الطفل بيبدأ يصدق الكلام ده. رابع حاجة إن حاجته تضيع أو تتقطع. لو لاحظت إن في حاجات من الأدوات المدرسية بتختفي أو الشنطة بتتقطع أو في كسر في الألعاب، ممكن يكون السبب ان حد بياخدها منه بالقوة او بيبوظها وهو قاصد. خامس حاجة تغيرات في النوم. الاطفال اللي بيتعرضوا للتنمر ممكن يعانوا من كوابيس او صعوبة في النوم او ان هم يصحوا فجأة في الليل، لان عقل الطفل بيفضل يفكر في المواقف المؤلمة اللي اتعرض ليها. سادس حاجة الكدمات او الخدوش بدون تفسير واضح. لو لاحظت كدمات او خدوش او اصابات صغيرة بدون سبب واضح لازم نسأل الطفل بهدوء. مش كل اصابة معناها تنمر، لكن تكرارها بدون تفسير منطقي ممكن يكون علامة لده. سابع حاجة فقدان الاهتمام بالاشياء اللي بيحبها. الطفل ممكن فجأة يرفض ان هو يروح للنادي او يسيب نشاط كان بيحبه او يتجنب اللعب مع الاطفال لانه بدأ يربط الاماكن دي بتجارب مؤلمة. طيب تعملوا ايه لو شكيتوا ان اطفالكم بيتعرضوا للتنمر؟ دي اهم خطوة، لان رد فعل الاب او الام ممكن يحل المشكلة او يزيدها. اول حاجة لازم نسمع للطفل بهدوء. لو قرر ان هو يحكي، اهم شيء انك تسمع له بدون مقاطعة، خليه يحس انك مهتمة ومتفهمة ومش هتلوميه. تاني خطوة ما تقلليش ابدا من مشاعره. ما تقوليش سيبك منهم، ما تقوليش انت كبرت الموضوع او ده هزار بين الاطفال، لكن بالنسبة للطفل الموضوع ممكن يكون مؤلم جدا. تالت خطوة طمني طفلك، قولي له انا معاك ومش هسيب حد يضايقك وهنحل المشكلة مع بعض. الشعور بالدعم مهم جدا للطفل. رابع خطوة لازم نتواصل مع المدرسة. لو تأكدنا ان في تنمر الافضل ان احنا نتواصل مع المديرة او المعلم، لان معالجة المشكلة مبكرا بتمنع تطورها. ورسالة مهمة جدا لكل أب وأم، التنمر مشكلة موجودة في معظم المدارس، لكن الطفل اللي بيشعر إن أهله بيسمعوه وبيدعموه وبيحموه بيكون أقوى بكتير في مواجهة المشكلة دي. ولو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات هل سبق ولاحظتوا علامة من العلامات دي على أطفالكم ولا لأ، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.